السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا أبطال أولى ثانوي، أهلا بيكم. معاكم مجددا مستر أحمد حسن على قناتكم مملكة المؤرخاتي. إن شاء الله النهاردة بإذن الله جايين نكمل مع بعض رحلة تاريخ أولى ثانوي. طبعا الدروس اللي فاتت احنا كان عندنا درس حضارة بلاد العراق، وخلصنا الدرس على محاضرتين وكمان حلينا الأسئلة بتاعته. لو في أي حد لسه بيبدأ مذاكرة وما ذاكرش الدرس بتاع حضارة بلاد العراق، ارجع هتلاقي كل حاجة موجودة على القناة. النهارده باذن الله جايين بقى نشتغل درس حضاره بلاد فينيقيا، والدرس ده من الدروس الجميله السهله اللي ما فيهاش كلام كتير او تفاصيل معقده. وطبعا احنا متعودين ان احنا بنشرح من كتاب الامتحان، ده مصدر مهم موجود مع كل الطلاب، فاحنا مش محتاجين بقى نبعت لك ملزمه او نقول لك بقى يعني اشتري كتاب، او يعني كتاب الامتحان دايما موجود مع معظم الناس يعني. طيب خلينا كده نستعين بالله ونبدأ مع بعض الدرس بتاعنا. خلي بالك طول ما انا بشرح دايما بطلع لك نواتج تعلم هتروح تلاقيها وانت بتحل اسئلة، فركز معايا من اول الحصة لحد اخرها، وتأكد انك مشترك في القناة علشان يتبعت لك نوتيفيكيشن في كل حصة لما انزلها بإذن الله تعالى. يلا بينا. بيقول لك بلاد الشام متميزة بالموقع الجغرافي بتاعها. ما اكيد بلاد الشام، هي فين بلاد الشام الاول؟ يعني لو انا عايز اتكلم كده او اعرف اين بلاد الشام. بص يا صديقي، بلاد الشام هي الخط اللي موجود اللي باللون الاحمر ده، او السهل الساحلي الشرقي للبحر المتوسط، هي دي بلاد الشام. فبيقول لك كان فيها حضارات كتير زي الحضارة الارامية والعمورية والفينيقية، وطبعا احنا مجال دراستنا السنة دي هي الفينيقية. ليها أهمية كبيرة بلاد الشام، كانت مهد للديانات السماوية زي اليهودية والمسيحية، وكان ليها دور كبير كمان إنها نشرت الدين الإسلامي بعد الفتح طبعا اللي حصل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، اللي إن شاء الله هتاخده السنة اللي جاية بالتفصيل. طيب تعالوا نتعرف مع بعض بقى على الحضارة الفينيقية دي. أولا، من هم الفينيقيون؟ خلاص احنا أصلا عرفناها أول ما شفناها على الخريطة. قال لك دول أول ناس استقروا على الشريط الساحلي لسوريا وساحل فلسطين ولبنان، فكانوا أول أمة بحرية في العالم. يعني الشريط الساحلي بتاع سوريا ولبنان اللي هو شرق البحر المتوسط اللي احنا شاورنا عليه على الخريطة، هي دي بلاد فينيقيا. طيب قال لك الإغريق أطلقوا على الفينيقيين اسم فينيكس. ايه ده؟ يعني ايه كلمة فينيكس؟ فينيكس معناها الشعب الأحمر اللون. طب ليه هم أطلقوا عليهم الاسم ده ليه؟ قال لك علشان هم كانوا بيستخرجوا صبغة لونها أحمر من قواقع بحرية أو كائنات بحرية بتعيش في السواحل القريبة منهم، وكانوا بيستخدموا القواقع دي أو الصبغة اللي بيطلعوها دي في صبغ الملابس بتاعتهم باللون الأحمر، فبالتالي سماهم الإغريق اللي هم اليونانيين سموهم فينيكس. طب ده معناه إيه؟ ده معناه إن كان في تواصل، ركز بقى، كان في تواصل حضاري مع الغرب. ليه؟ ما هو اليونانيين هيسموهم ازاي الشعب الاحمر من غير ما يكونوا شافوهم واتكلموا معاهم وشافوا الصبغة اللي لونها احمر وجربوها وهكذا. فمعنى كده ان كان في تواصل حضاري، او اسم فينيقيا نفسه بيدل على ان هناك تواصل حضاري بين بلاد فينيقيا وبين الغرب. ممكن يقول لي مع الاغريق، ممكن يقول لي مع جنوب اوروبا، ممكن يقول لي مع شرق اوروبا، كل الحاجات دي بتمثل الاغريق او اليونان. طيب مع الوقت بقى من كلمة فينيكس اشتق لفظ فينيقيا والتي تعني الأرض الحمراء اللون. طيب بلاد فينيقيا بقى فيها مدن كتير. بص من غير ما نقرا المدن اللي موجودة قدامنا دي، تعالى مع بعض نبص كده ونشوف المدن دي موجودة على الخريطة ازاي. طيب عندك مدينة حيفا اللي في الجنوب اهي، وعندك بعدها مدينة عكا، مدينة صور، مدينة صيدا، مدينة بيروت، مدينة جبيل، واخر مدينة فوق مدينة اوغاريت. احنا مش هناخد كل المدن دول، عندنا بس 4 امثلة منهم، والخامسة هتكون مدينة بعيدة شوية اللي هي مدينة قرطاجة وهنتكلم عنها لوحدها. طيب تعال نبدأ مع بعض كده ونشوف اهم المدن الفينيقية. بص بقى بيقول لك تدل تسمية الفينيقيين بهذا الاسم على التواصل الحضاري مع جنوب أوروبا، غرب آسيا، بلاد اليمن، بلاد الرافدين. طبعا احنا قلناها جنوب أوروبا لأن هو بيتكلم على التواصل بتاع بلاد فينيقيا مع الإغريق. ماشي، تعال نشوف المدن الفينيقية. أول حاجة مدينة صيدا
فين صيدا على الخريطة؟ تعال بص لي كده. مدينة صيدا على الخريطة اهي، حد شافها؟ حد واخد باله من صيدا؟ اهي مدينة صيدا. ماشي. مالها بقى مدينة صيدا؟ قال لك مدينة صيدا دي هي اللي بتحتل مركز الزعامة بين المدن الفينيقية، وهي أقيمت على لسان ممتد في الماء وتحيط بها عدة جزر صغيرة. بص بقى، احنا هندي كل مدينة كلمة نفتكرها بيها. يعني مثلا هنيجي عند مدينة صيدا دي وهكتب لك جنبها الزعامة، يبقى انت اول ما تلاقي مدينة بيتكلم فيها ان كان فيها زعامة تعرف انها مدينة صيدا. طب يعني ايه لسان ممتد في الماء؟ هنعتقد ان هو ده كده البحر المتوسط. لسان ممتد يعني جزء من اليابس فضل مكمل وداخل جوه البحر، واخد بالك؟ يعني ده كده البحر المتوسط، في جزء من اليابس كده داخل جوه البحر، هو ده اللسان الممتد في الماء. دي كده مدينة صيدا. يعني كلمة السر الزعامة، مدينة صيدا هي الزعيمة بتاعة المدن اللي احنا شفناها دول. ماشي. المدينة التانية هي مدينة أوغاريت. ايه الكلمة اللي هنديها لها؟ هنديها فن، عمارة، تجارة. في كتابك الجميل او نوت بوك كده شغال بيه معايا تكتب الاختصارات اللي انا بقولها لك دي. فن، عمارة، تجارة. ايه بقى فن، عمارة، تجارة؟ اولا بيقول لي مدينة اوغاريت نالت شهرة عظيمة في الفن والعمران، كان فيها حاجات كتير مبنية شكلها حلو. تقدمت تجاريا إذ كانت ميناء يمتلئ بالبضائع التي تصدر إلى كل الجهات. يبقى فن، عمارة، تجارة، لأن هم اشتهروا بالفن والعمران وكمان كان عندهم تجارة قوية. إذن أنا دلوقتي بتكلم على بلاد فينيقيا قبل ما ننقل من الصفحة دي، وعرفنا أن بلاد فينيقيا هم السكان اللي موجودين على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وعرفنا ان اول حد سماهم الاسم ده كان اليونانيون نسبة الى الصبغة الحمراء اللي كانوا بيطلعوها من البحر المتوسط او من السواحل القريبة منهم، وبيستخدموها في صبغة الملابس بتاعتهم باللون الاحمر، فسموهم فينيكس يعني الشعب احمر اللون. اتكلمنا ان هم كان عندهم مدن كتير زي حيفا وبعلبك وبيروت وصيدا وجبيل واوغاريت وهكذا. ودلوقتي خدنا مدينتين كمثال من المدن الفينيقية، مدينة صيدا اللي تميزت بالزعامة وكانت مبنية على لسان ممتد داخل البحر، والمدينة التانية مدينة أوغاريت التي اشتهرت بالفن والعمارة والتجارة. تعال نكمل مع بعض ونشوف باقي المدن بتاعت بلاد فينيقيا، ونشوف مع بعض المدينة اللي قدامنا دي اللي اسمها مدينة صور. شيل الصاد حط سين وخلصنا. ايه ده؟ ازاي سور؟ ليه سموها الاسم ده؟ قالك عشان المدينة دي كان حواليها سور عظيم اكسبها مناعة ضد الغزاة. فلما يجي يقولك المدينة دي اي حد رايح يحتل بلاد فينيقيا وجد صعوبة في احتلالها. ليه؟ علشان كان في مدينة هناك اسمها مدينة صور حواليها سور عظيم كبير صعب ان حد يعدي من السور ده. طيب قالك تولت زعامة المدن الفينيقية بعد صيدا. يعني برضو ممكن يقولك ايه المدينة اللي كانت زعيمة بعد صيدا؟ هي مدينة صور. يبقى كلمة السر في صور حرف السين، سور كان حواليها سور بيحميها او اكسبها مناعة ضد الغزاة. ماشي. مدينة جبيل المدينة الرابعة داخل بلاد فينيقيا، وهتعرف دلوقتي ليه انا بقولك داخل بلاد فينيقيا. مدينة جبيل بقى قالك دي اوثق المدن صلة بمصر القديمة، اكتر مدينة قريبة. ليه؟ تحس كده ان انت داخل المدينة دي شوية كده تلاقي محل كشري على جنب. ايه ده؟ ازاي يا عم؟ هقولك. المدينة دي فيها تماثيل مصرية قديمة. المدينة دي لقيوا فيها احجار مكتوب عليها اسامي فراعنة مصريين. طب وده يدل على ايه؟ ده بيدل ان في تواصل حضاري بين مصر وبلاد فينيقيا. لما تروح تلاقي هناك تماثيل مصرية وتروح تلاقي هناك اسامي فراعنة مصريين او احجار مكتوب عليها اسامي فراعنة، ده معناه ان كان في تواصل حضاري كبير بيننا وبين بلاد فينيقيا. زائد بقى حاجة طبعا هنتكلم عنها في الحياة الثقافية، قالك عثر فيها على اقدم ابجدية في الوطن العربي. كلمة ابجدية يعني حروف منطوقة زي الحروف اللي احنا عارفينها الف باء تاء، دي حروف بننطقها ليها نطق، ده معنى كلمة ابجدية. طيب كده انا عرفت المدينتين دول، مدينة صور ومدينة جبيل. دلوقتي انا عايز اعرف سؤال كده بديهي، يعني هو الفينيقيون ليه عاشوا جنب البحر؟
يعني عشان هو مثلا بيعرفوا يعوموا مثلا؟ يعني ايه السبب اللي خلاهم يتوجهوا ناحية البحر؟ طب ما هو كان ممكن ما يعيشوش ناحية البحر، كان ممكن يخشوا الأراضي بتاعتهم ويقعدوا براحتهم. اشمعنى يعني حبوا ان هم يستقروا ناحية البحر؟ مجبر اخاك لا بطل. ليه بقى؟ هقول لك ليه. بيقول لك كان لوجود الفينيقيين على ساحل محدد تحيط به الجبال من الشرق. ركز بقى معايا بقى كده وارجع للخريطة. مستر بيحيط به الجبال منين؟ من الشرق. يعني عايز تقول لي ان المنطقة دي كده فيها جبال. طب والجبال دي بقى هيعيشوا عليها ازاي بمرتفعاتها دي؟ صعب، اماكن مرتفعة جبلية مش هيعرفوا يعيشوا فيها. اذا بلاد فينيقيا الارض بتاعتها ليست ارض سهلية، مش سهول زي مصر والعراق، وادي اختلاف اهو بيننا وما بينهم. فقال لك الجبال اللي موجودة في الشرق لها اثر واضح في توجههم نحو البحر طلبا للرزق. مش عارف يروح يمين، مش عارف يروح ناحية الشرق. ليه؟ عشان مليانة جبال كتير ومرتفعات، فاضطر ان هو يروح ناحية الغرب ناحية البحر ويستوطن مناطق هناك، يعني يقعد يخليها وطن ليه، خصوصا على حوض البحر المتوسط. طيب ايه العوامل والمقومات اللي ساعدت الرجل الفينيقي او شعب فينيقيا ان هو يعرف يستقر على البحر؟ قال لك رقم واحد انه عنده خشب. انتوا ناسيين الملك سنفرو لما بعت بعثة تجارية الى بلاد فينيقيا في عصر الدولة القديمة؟ بعت 40 سفينة عشان تجيب من هناك خشب الارز. تصدق؟ فهم عندهم خشب كتير، ودي حاجة ساعدتهم بشكل كبير جدا جدا ان هم يبنوا السفن ويعرفوا يكونوا موجودين جنب البحر. تاني حاجة كثرة التعاريج الساحلية. نرجع لتالتة اعدادي بقى. النتائج المترتبة على كثرة التعريج في قارة أوروبا، قال لك كثرة إنشاء الموانئ الطبيعية، فهم عندهم موانئ كتير بسبب التعريج الكتير. تالت حاجة الموقع بتاعهم موقع متوسط ما بين الشرق والغرب، فهيعملوا تجارة كويسة جدا جدا. إذن لو أنا عايز ألخص المقومات اللي ساعدت بلاد فينيقيا أو الفينيقيين إن هم يعرفوا يعملوا حضارة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، هقول لك خشب، تعريج، موقع. بص بقى الكلام: خشب، تعريج، موقع. تاني: خشب، تعريج، موقع. 3 حاجات هم العوامل اللي ساعدوا أهل فينيقيا إن هم يستقروا ناحية الساحل الشرقي للبحر المتوسط. سؤال جميل، تعال نحله مع بعض كده. بيقول لك تعتبر مدينة عكا الصخرة التي تحطمت عليها آمال نابليون لاحتلال الشام في العصر الحديث لقوة حصونها. مدينة عكا معرفش يدخلها نابليون، خدنا احنا الكلام ده السنة اللي فاتت. بيقولك حدد من خلال مضمون العبارة السابقة أي من المدن الفينيقية القديمة أقرب في التشابه مع عكا. تفتكر ايه المدينة اللي العدو مش هيعرف يدخلها في بلاد فينيقيا؟ طبعا هي مدينة صور. ليه؟ عشان احنا قلنا من شوية ان حواليها سور بيحميها من الغزاة، اكسبها مناعة ضد الغزاة، محدش هيعرف يحتلها، فبالتالي هتتحطم آماله لو حاول يفكر يحتل مدينة صور زي ما تحطمت آمال نابليون لما فكر ان هو يحتل مدينة عكا. ماشي. بيقول لك وقد ازدهرت العديد من المستوطنات الفينيقية في حوض البحر المتوسط وأهمها مستوطنة قرطاجة. ركز بقى قوي في الحتة دي. يعني ايه مستوطنة؟ مستوطنة يعني مكان مش أصلي، مش بتاعهم. ايه ده؟ امال ايه؟ المستوطنة بتاعت الفينيقيين من كتر ما هم جامدين قوي في التجارة، فقدروا ان هم يروحوا ناحية في قلب البحر المتوسط. بص كده معايا على الخريطة وانا هعلم لك على مدينة قرطاجة بالقلم الازرق اهي. بص المدينة دي قريبة من تونس، من مدينة تونس دلوقتي، وقريبة من اوروبا جدا جدا. بص بقى، شايف انت المدينة اللي هنا دي مدينة روما؟ مدينة روما دي هتحس ان قرطاجة دي مسيطرة على البحر المتوسط بشكل كبير، عمالة تعمل تجارة في كل الأماكن وعمالة تزدهر وتكبر. فروما هتحس بغيرة شديدة من مدينة قرطاجة، فهيخش مع بعض في حرب عظيمة هتقعد فترة طويلة لحد ما روما تنتصر في النهاية وتقضي على قرطاجة. المهم
قرطاجة دي مستعمرة فينيقية، اهل فينيقيا هم اللي عملوها. تعتبر كده ان هي عاملة زي ايه، زي فرع تاني كده، واحد فاتح محل كبير قوي وده الفرع التاني منه. فقال لك قرطاجة اسسها الفينيقيون بالقرب من مدينة تونس، أخذت في التقدم والازدهار حتى أصبحت تنافس المدن الفينيقية في التجارة والنشاط البحري. بتنافس المدن الفينيقية نفسها اللي هي البلاد الأصلية في التجارة والنشاط البحري. فيها موانئ لا تزال أطلالها القديمة قائمة. يعني أطلالها يعني بقايا الأماكن دي لسه موجودة لحد دلوقتي. كان بيوجد فيها مرسى حربي ومرسى داخلي آخر. ومعنى مرسى حربي هنلاقيه دلوقتي حالا في السؤال. حربي يعني كانوا مهتمين ببناء السفن الحربية والحروب. فلو احنا بصينا قالك أي من المدن الفينيقية الآتية نستدل من آثارها المتبقية على اهتمامها بالأساطيل الحربية. مين اللي مهتم بالأساطيل الحربية؟ طبعا هي مدينة قرطاجة، عشان كان فيها مرسى حربي ومرسى داخلي آخر، كان فيها موانئ حربية وموانئ داخلية عادية. دوام الحال من المحال هي الجملة اللي بنقولها دايما. سقوط فينيقيا. بص، قبل ما أكلمك على سقوط فينيقيا تعالى كده أفكرك بحضارة بلاد العراق القديم، كيف سقطت والترتيب بتاع سقوطها عامل ازاي. ركز معايا بس. العراق هنعمل كده مقارنة عشان نفتكر مع بعض. وهنا بلاد فينيقيا، ماشي. بلاد العراق أول محتل خارجي ليها كانوا الفرس، وبعديهم كان الإسكندر الأكبر، بعديهم السليوقيون نسبة إلى سليوقس، وبعديهم كان الرومان، وبعد الرومان الفرس، وبعد الفرس كان الفتح الإسلامي. لما نيجي نتكلم على بلاد فينيقيا هون على نفسك بقى وسهل على نفسك الموضوع. شيل الفرس من الحوار واكتب الباقي كله. معلش تاني يا مستر، شيل الفرس من الحوار واكتب الباقي كله. يعني اهو الفرس، يلا بقى اكتب معايا كده. هتلاقي بداية الاحتلال الخارجي لبلاد فينيقيا كان الاسكندر، بعديه السليوقيون، كمل معايا بقى كده، كمل معايا، بعديه الرومان، بعديهم مين؟ الفتح الإسلامي. سهلة. بس شلت انت بس كل اللي عملته انك شلت الفرس من المعادلة. الفرس ما احتلوش بلاد فينيقيا، ما وصلوش لبلاد فينيقيا. طيب تعالى نرجع بقى مرة تانية ونشوف الكلام ده. سقوط فينيقيا بيقول لك في محاولة قبل سقوطها في القرن السادس قبل الميلاد، الملك البابلي، طبعا الدولة البابلية الحديثة، نبوخذ نصر الثاني، حاول احتلال فينيقيا، لكن الأسوار المنيعة لبعض المدن، خلي بالك هو تقريبا بيتكلم عن مدينة صور، منعته من احتلالها بسهولة. طيب سنة 332 قبل الميلاد دخل الإسكندر الأكبر فينيقيا، وبعد وفاته السليوقيون حكموا لمدة 3 قرون حوالي 300 سنة. في سنة 64 قبل الميلاد الرومان خدوا بلاد فينيقيا وبقت ولاية رومانية. وبعد كده سنة 634 ميلاديا الجيوش الإسلامية فتحت بلاد فينيقيا دون مقاومة تذكر، وده معناه مدى ضعف الحكم الروماني في الفترة دي، كان حكم ضعيف عشان كده ما كانش فيه مقاومة تذكر للمسلمين. طيب بيقول لك سقطت المدن الفينيقية الواحدة تلو الأخرى، وانتهى حكم الفينيقيين لأنفسهم بغزو. الإغريق ولا الفرس ولا السليوقيون ولا الرومان؟ قال لك انتهى حكم الفينيقيين لأنفسهم، الحكم الوطني. أول احتلال حصل لهم كان الإسكندر الأكبر. طب الإسكندر الأكبر منين؟ من الإغريق. بس كده انتهت الحضارة الفينيقية. عشان احنا عايزين بقى نتكلم مع بعض عن مظاهر الحضارة بتاعتهم كان شكلها عامل ازاي، نعرف التشابهات والاختلافات بينهم وبين العراق، بينهم وبين الحضارة المصرية القديمة وهكذا. يلا بينا نكمل ونشوف مظاهر الحضارة بتاعت بلاد فينيقيا. طبعا هنتكلم على الاقتصاد، ونتكلم على الحياة السياسية، الحياة الدينية، الحياة الاجتماعية، الحياة الثقافية والفكرية، والحياة الفنية. وبرضو زي ما قلت لك خلي بالك ان انا دايما باستمرار هتلاقيني عمال اتكلم معاك في نواتج تعلم وحاجات بيجي عليها اسئلة، فدايما ركز معايا كده وما تزهقش.
الحياة الاقتصادية، بيقول لك الفينيقيون اهتموا بالنواحي الاقتصادية اللي تمشي مع البيئة بتاعتهم. ليه بقى؟ ما احنا قلنا هم مش زي العراق عندهم نهرين دجلة والفرات، ولا زي مصر اللي كان عندهم أراضي سهلية ونهر النيل. قال لك استغل الفينيقيون كل المساحات التي يمكن زراعتها، يعني المساحة المتاحة اللي موجودة، واستطاعوا تحويل سفوح جبال لبنان إلى مصاطب صالحة للزراعة. ماذا تعني كلمة سفوح؟ خلينا نشوف كده، كأن ده جبل، سفح الجبل هي المناطق المتدرجة في الارتفاع بالمنظر ده. هم زرعوا المناطق دي واستطاعوا ان هم يعملوها مدرجات او مصاطب صالحة للزراعة. ماشي. اهم المحاصيل الزراعية الحبوب، ومديك كده معلومة صغيرة كده وقال لك زرعت في السهول. السهول اللي موجودة معنى كلمة سهول. ما الفرق بين كلمة سفوح الجبال وسهول؟ سفوح الجبال هي اللي رسمتها لك من شوية في الرسم العبقري ده. طب السهول دي، السهول بقى دي كده السفوح، ودي كده السهول. أرض منبسطة أعرف أمشي عليها، وصل لها مية عذبة. طيب هم زرعوا عند السهول دي الحبوب، زرعوا الحبوب يعني قمح بقى والحاجات دي كلها، يعني زرعوا هنا الحبوب. طب وعند سفوح الجبال زرعوا الأشجار باختلاف أنواعها. تعال نشوف مع بعض كده. قال لك الحبوب زرعت في السهول، والأشجار زي بقى إيه؟ النخيل، العنب، الرمان، وهم اللي أدخلوا زراعة الرمان إلى شمال أفريقيا، والزيتون. الحاجات دي كلها كانت موجودة عندهم. طيب بص كده السؤال ده، قال لك استطاع الفينيقيون توفير أهم المحاصيل التي تحقق الأمن الغذائي. وقف بقى هنا بقى. إيه من المحاصيل اللي قدامك بتحقق الأمن الغذائي؟ العنب بيحقق أمن غذائي، البلح بيحقق أمن غذائي، ولا الحبوب أمن غذائي؟ طبعا الحبوب أمن غذائي. وهو بيتكلم على الحبوب. نكمل السؤال بقى. تحقق الأمن الغذائي عن طريق زراعة سفوح الجبال. هل الحبوب في سفوح الجبال؟ لا. أراضي صحراوية ما فيهاش حبوب. قمم جبلية؟ لا. المناطق الساحلية؟ أيوة، لأن الحبوب زرعت في السهول. ماشي. تربية الحيوان والصيد. أي حضارة مش الفينيقية بس بتربي الحيوان والصيد، علشان هي بتحتاج الحيوانات وبتصطاد، بتحتاج تتغذى على الحيوانات دي. فقال لك قاموا بتربية الأبقار والأغنام والماعز واشتغلوا بالصيد من غير تفاصيل. وده الفرق ما بين منهج الترم الأول اللي احنا خدناه عن الفراعنة واتكلمنا بالتفصيل الممل عن كل حاجة، والمنهج بتاع الترم التاني انك بتتكلم في قصور. الموضوع مش صعب يعني. خدنا بقى احنا وقت الفراعنة الصيد وانواع الصيد، صيد البر وصيد البحر وصيد الطيور، يعني قصة. طيب الصناعة بقى نفس الفكرة بتاعت الصناعات الفرعونية. مديلك هنا اهم الصناعات اللي الفينيقيون عملوها. صناعة الغزل والنسيج زي الصوف والحرير والقطن والكتان. انت في مصر كنت بتصنع صوف وكتان بس، ما كانش عندك صناعة قطنية ولا عندك حرير، بل ان احنا كنا بنستورد منهم الحرير للأغنياء، هم اللي كانوا بيلبسوا الحرير ده. صناعة الثياب المزخرفة، الثياب اللي عليها كده أشكال ورسومات حلوة، وصبغوها باللون الأحمر من القواقع اللي كانوا بيجيبوها من البحر. عشان كده سماهم الفينيقيون ايه؟ سموهم فينيكس، الشعب الأحمر اللون. ماشي. عندهم كمان صناعات زجاجية عرفوها من مصر. هنا يا باشا تقول لي هنا تواصل حضاري، ممكن يجيب لك صورة ازاز او حاجة ويقول لك الصورة دي تعبر عن التواصل الحضاري بين مين ومين، فبلاد فينيقيا وبلاد مصر. صناعة الفخار تميزت بالدقة والانسجام وحسن الذوق. الصناعات المعدنية استخدموا النحاس والبرونز والحديد والذهب والفضة في صناعة الأسلحة. فممكن يجي يسألك يقولك اهتموا بالجانب العسكري. الصناعة بتدل على اهتمام بلاد فينيقيا بالجانب العسكري، فأقول له عشان كانوا بيصنعوا الأسلحة. يقولك الصناعة بتدل على القوة العسكرية لبلاد فينيقيا عشان بيصنعوا الأسلحة، وهكذا. تعد أكثر الصناعات التي اشتهر بها الفينيقيون واقتبس منها اسمهم. اسمهم فينيكس، شعب أحمر اللون، صبغة بيستخدموها في الملابس. الإجابة ببساطة شديدة الصبغة.
شفت احنا طلعناها ازاي واحدة واحدة كده. دايما بيطلع لك في السؤال كلمة مفتاحية تشوفها تعرف تحل السؤال على طول. فهي طبعا الصبغة. ماشي. طبعا عندهم صناعات تانية زي صناعة أدوات الزينة وصناعة الآلات الموسيقية، كل دي صناعات كانت موجودة عند بلاد فينيقيا. إذن احنا اتكلمنا دلوقتي على الزراعة والصناعة، وعرفنا إن هم زرعوا الأراضي اللي يقدروا عليها، وحولوا سفوح الجبال، جبال لبنان حولوها إلى مصاطب زراعية، وكانوا بيزرعوا الحبوب في السهول المتاحة ليهم بجانب الأشجار زي النخيل والعنب والأشجار بتاعة الرمان اللي دخلوها في أفريقيا، وأشجار كمان الزيتون. وبعد كده اتكلمنا عن الصناعة وبراءتهم في الصناعة عشان نتكلم على أهم حاجة دلوقتي بالنسبة للفينيقيين، وهي التجارة. ده مصدر رزقهم أساسا، يعني هم بياكلوا عيش كده من التجارة دي. قال لك التجارة هي المورد الأساسي للفينيقيين، دي أهم حاجة عندهم. ليه؟ عشان هو موقعه حلو جدا، فهو أي تجارة رايحة الشرق بتعدي عليه أو رايحة الغرب بتعدي عليه، زائد إنه ما عندوش زراعة عدلة، والصناعة عنده كويسة حلوة، بس هي أهم حاجة بالنسبة له هي إيه؟ هي التجارة قولا واحدا. فبيقول لك التجارة هي المورد الأساسي للفينيقيين، فنهضوا بها نهضة كبيرة، مستغلين ايه بقى؟ الموقع بتاعهم موقع فينيقيا المتوسط بين الشرق والغرب، حيث افادوا كثيرا في النقل التجاري بين الدول الكبرى. بينقلوا بقى النقل التجاري بين مين ومين؟ بين مصر وبلاد العراق وبلاد اليونان وهكذا. من كتر ما هم جامدين في التجارة كانوا متخصصين في عملية النقل، فقال لك سكان المدن الساحلية اللي موجودة على البحر كانوا بيشتغلوا في النقل البحري. بيشتغلوا في النقل البحري، يعني بينقل البضائع بالسفن بتاعته، الذي اتخذوه مجالا لنشاطهم، فأقاموا موانئ المدن عند الرؤوس الداخلية من البحر المتوسط، وسيطروا على تجارة العالم البحرية آنذاك. ده اسمه نقل بحري. السكان اللي موجودين عند المدن الساحلية هم اللي شغالين في النقل البحري. هايل. طيب تفتكر النقل البري مين؟ السكان اللي موجودين في المدن الداخلية، المدن اللي جوه. تعال نبص. تخصص سكان المدن الداخلية في النقل البري، يعني بينقل البضائع بشكل بري، يجيب جمال بقى وحيوانات وعربات وينقل بيها البضائع بتاعتهم. فقالك فاحتكروا القوافل التجارية التي جلبت المنتجات الأسيوية والأفريقية إلى البحر الأبيض المتوسط. طب يا مصر هم هينقلوا النقل البري ده منين؟ تعال بقى نشوف كده ايه النقل ده، او عموما التواصل الحضاري ما بيننا وما بين اسيا كان شكله عامل ازاي. تعال نشوف. بس قبل ما نتكلم على المظاهر دي، تعال كده اقول لك النقل البري والنقل البحري في معلومة غاية في الأهمية هتقابلها في سؤال عندك. بص يا صديقي، لو ركزنا مع بعض هنا، تعالى بس الأول نمسح الكلام اللي احنا كاتبينه ده ونشوف مع بعض كده أنا عايز أقول لك إيه. لو قلت لك مدينة بتشتغل في النقل البري هتكون أنهي مدينة؟ بص كده المدن اللي قدامك دي، يعني معلش الصورة بكسلت شوية بس هتفهم انت دلوقتي. كل المدن اللي قدامك موجودة على الساحل مباشرة، ممكن تشتغل في النقل البحري. يعني كل المدن دي كده هتشتغل في النقل البحري. هي مدينة واحدة بس اللي بعيدة شوية ممكن تشتغل في نقل بري، وهي مدينة ايه؟ بعلبك. ليه؟ علشان هي بعيدة شوية. بص النقطة فين؟ بعيدة شوية عن البحر. خلي بالك ده هتلاقيه سؤال وانت شغال، فلما تلاقيه كده افتكرني وحل السؤال بسهولة، ما تقفش تتنح قدامه كتير. يلا. طيب، دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية: نجح الشعب الفينيقي في التغلب على وعورة مظاهر السطح لبلادهم. طبعا لأن هم اشتغلوا في التجارة، وكان في تخصص لسكان المدن الداخلية وسكان المدن الخارجية، وكانوا بيشتغلوا في النقل وازدهرت التجارة عندهم، فهو تغلب على مظاهر السطح. زائد كمان أنه حول مظاهر السطح عنده اللي هي الجبال، حول سفوح جبال لبنان إلى أماكن صالحة للزراعة. كل دي حاجات تقدر تكتبها. طيب، هنتواصل ازاي مع الحضاره بتاعت بلاد فينيقيا؟ قال لك اول حاجه شبه جزيره سيناء،
بص كده، حضرتك هتطلع من شبه جزيرة سيناء تروح المكان اللي انت عايزه. تاني حاجة البحر المتوسط اهو يا عم، بحر المتوسط تخرج منه تروح عند اي مدينة من بلاد فينيقيا. تالت حاجة البحر الأحمر، هتعدي البحر الأحمر وتروح زي ما أنت عايز إلى شبه الجزيرة العربية وهكذا. يبقى في معابر تواصل حضاري بيننا وبين بلاد فينيقيا، أو معابر التواصل ما بين حضارات العالم القديم عموما. شبه جزيرة سيناء، وطريق ساحل البحر المتوسط إنك تمشي كده على السواحل بتاعة البحر المتوسط، وطريق ساحل البحر الأحمر إنك تعدي من البحر الأحمر وتمشي بقى الناحية دي ناحية شبه الجزيرة العربية، أو تطلع فوق ناحية العراق، أو تخش ناحية بلاد فينيقيا وهكذا. بيقول لك نتيجة لموقع فينيقيا الجغرافي والنشاط التجاري الضخم اللي كانت بتعمله، الفينيقيون كانوا بيمثلوا رأس المثلث الحضاري. لا معلش بقى، ثواني كده عشان أنا عايز أعرف إيه المثلث الحضاري ده. ركز معايا بقى قوي في اللي أنا هقوله لك ده، عشان هتفهمها أنت من أول خبطة على طول، هتفتكر المعلومة بسهولة. في منظر الخريطة اللي قدامي دي أنا ممكن أعمل لك مثلث. المثلث ده هيكون شكله عامل ازاي اهو، تمام. ونديله بقى قاعدة. ايه بقى المثلث ده؟ بص، المثلث ده الجنوب بتاعه بيعدي على مين؟ على شبه الجزيرة العربية، حضارة العرب وبالتحديد اليمن. ماشي. الضلع الايمن من المثلث بيعدي على مين؟ بيعدي على حضارة بلاد العراق، الحضارة العراقية. الضلع الايسر بيعدي على مين؟ بيعدي على نهر النيل، بيعدي على مصر. طب في الشمال بيعدي على بلاد فينيقيا. فلما يجي بقى يترجم الكلام ده ويقول لك ان بلاد فينيقيا بتمثل المثلث الحضاري الذي يتكون ضلعه الايمن من بلاد العراق، اهو الضلع الايمن 1، وضلعه الايسر من مصر 2، وقاعدة شبه الجزيرة العربية 3، ومن هذا المثلث خرجت حضارات إنسانية أشعت بنورها على العالم. طبعا هنا رقم 4 أدي يا سيدي بلاد فينيقيا. ده كده شكل المثلث الحضاري، ودي الرسمة بتاعته. العراق الضلع الأيمن، مصر الضلع الأيسر، رأس المثلث بلاد فينيقيا، وقاعدة المثلث حضارة شبه الجزيرة العربية وخصوصا اليمن. طيب يا فينيقيون، انتوا بس بتشتغلوا في البيع والشراء ولا بتصنعوا بقى وبتبيعوا؟ طبعا الفينيقيون بيقوموا بتصدير مواد هم مصنعينها، حاجات هم مصنعينها. بيصدروا مواد خام زي الخشب، بيجيبوه من جبال لبنان. المعادن بيجيبوها من غرب البلاد. الأصباغ الأرجوانية بيجيبوها من البحر. مش بس كده كمان، يعني هم مش بيصدروا مادة خام زي ما هي، لا هم كمان بيصدروا حاجات هم صنعوها. المصنوعات من المنسوجات الدقيقة والأواني والمصنوعات المعدنية والمصنوعات من مواد أخرى أو من مواد خام أخرى، كل دي حاجات كانوا بيقدروا الفينيقيون إن هم يصدروها. قدامك سؤال بيقولك أي الأنشطة الاقتصادية التالية كانت الأكثر تأثيرا في ازدهار الحضارة الفينيقية؟ دور لي في الاختيارات على النشاط الأساسي اللي اعتمد عليه الفينيقيين أو الفينيقيون في الدخل بتاعه، دخل الدولة بتاعه، راعي ولا صناعة ولا زراعة ولا تجارة؟ طبعا الإجابة هتبقى التجارة اللي عمالين نتكلم عنها بقالنا ساعة. ماشي. كان في تواصل اقتصادي بيننا وبين بلاد فينيقيا؟ طبعا، يعني في أكتر من مرة. في عصر الدولة القديمة، يعني قبل ده بس، بيقولك إن مصر كانت حريصة إنها تفتح أسواق كتير في فينيقيا عشان تبيع المنتجات بتاعتها. احنا كنا بنبيع منتجاتنا في اسواق فتحناها في بلاد فينيقيا. طب وكنا بنستورد من بلاد فينيقيا، ده حصل ازاي بقى؟ قالك في عصر الدولة القديمة استوردنا خشب الارز من بلاد فينيقيا، وده لقيناه في حجر باليرمو اللي عليه اسامي الملوك واهم اعمالهم من عصر ما قبل الاسرات لحد الملك الثالث في الاسرة الخامسة. قالك بيقولك الملك سنفرو ده بقى مؤسس الاسرة الرابعة. حلو، قالك بيقولك دي بعت اسطول بحري مكون من 40 سفينة عشان يجيب خشب الارز من فينيقيا بس، ودي قلناها اصلا في اول الحصة. تاني حاجة، في عصر الدولة الحديثة العلاقات التجارية بين مصر وبلاد فينيقيا زادت، وخصوصا في عهد الملك رمسيس الثاني.
يبقى خلي بالك رمسيس الثاني ده كان عامل علاقات تجارية الدرس اللي فات مع مين؟ مع بلاد العراق، وزادت العلاقات ما بيننا وما بينهم برضو في عهد الملك رمسيس الثاني. العصر المتأخر استعان الملك نخاو، خدناها الترم الأول دي، الأسرة 26، ببحارة فينيقيين عشان يدوروا حوالين أفريقيا عشان يكتشفوا أسواق جديدة، واستمرت الرحلة 3 سنين. هنا بقى في حتة مهمة قوي في الرحلة بتاعة الملك نخاو دي. لما نيجي نعدي في الرحلة دي، يعني تعالى كده نعمل لك خريطة سريعة كده شبه خريطة أفريقيا. بص أنا بقولك شبه، المفروض هيخرج هو من البحر المتوسط أهو، وهيبدأ بقى يتحرك يروح في أفريقيا، بعد كده يعدي على البحر الأحمر ويرجع تاني البحر المتوسط. السؤال هنا هو هيعدي على ايه جديد العالم معرفوش؟ هل البحر المتوسط حاجة جديدة العالم معرفهاش؟ ولا البحر الأحمر حاجة جديدة العالم معرفهاش؟ لا، لكن هيعدي على منطقة جغرافية جديدة العالم ما يعرفش عنها، وهي المحيط الأطلنطي والمحيط الهندي. فلو قالك الكشوفات الجغرافية اللي حصلت في العصر المتأخر بالاستعانة بالفينيقيين عرفت العالم أماكن جديدة زي إيه؟ زي المحيط الهندي والمحيط الأطلنطي. هي أخبطك بقى أقولك الأطلنطي والبحر الأحمر، المتوسط والهندي، مالكش دعوة بالكلام ده، لأن العالم كان عارف البحر الأحمر ده معبر تواصل مهم جدا اتكلمنا عنه، وكان عارف البحر المتوسط. ماشي، ده يا سيدي كان كل ما يخص الحياة الاقتصادية. يمكن هي أطول حاجة في مظاهر الحضارة في بلاد فينيقيا، الباقي كله بسيط وما مش واخد يعني كم كبير، لكن مهم جدا تبقى مركز، ومهم جدا ما يعديش عليك حاجة من غير ما تكون فاهمها. ولو في حتة فاتتك كده مش فاهمها ممكن ترجع تعيد الفيديو مرة تانية. طب الدنيا صعبت معاك خالص، هتلاقيني تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو سايب لك رقم للواتساب، ممكن في اي وقت تبعت اي سؤال انت عايزه هيتجاوب عليك بلا مقابل، ما تقلقش، مش هيقول لك لا المستر بيقول لك اشترك، مش هتشترك في حاجة، ابعت وهرد عليك في اي وقت ان شاء الله. طيب تعال نشوف الحياة السياسية. ماشي، شكل الحياة السياسية في بلاد فينيقيا كان عامل ازاي؟ بص، المدن في بلاد فينيقيا كانت مستقلة عن بعضها البعض من الناحية السياسية، كل مدينة بتهتم بالمصالح المباشرة بتاعتها، وكان في تنافس ما بينهم. ايه ده مصر، انا حاسس ان انا شفت الكلام ده فين قبل كده. افكر كده شوية كده، جدع، شفته في الدويلات السومرية. صحيح، الدويلات السومرية بتاعت بلاد العراق، ما هي كانت بنفس المنظر ده كده، دويلات مستقلة عن بعضها البعض. قالك لم يستطع الفينيقيون الشرقيون تشكيل وحدة سياسية واحدة، فكانوا يفضلون الأمان والاستقرار السياسي، رغبتهم الشخصية إن هم يكونوا في أمان وعندهم استقرار سياسي، مش عايزين بقى إيه حضارة كبيرة، ولا عايزين أي حاجة من الحاجات دي كلها. ماشي، ومن هنا يعني ما وصلوش يا مستر للنضج السياسي، نفس المصطلح اللي احنا خدناه في بلاد العراق، ما وصلوش. ومن هنا اتخذ الفينيقيون نظام حكم شبه ديمقراطي. يا سلام على الكلام، حيث كان لكل مدينة حكومة خاصة بها يترأسها الحاكم أو الملك. عند شبه ديمقراطي كده وفرمل وركز معايا، ايه موضوع شبه ديمقراطي ده؟ ما هو يا ديمقراطي يا غير ديمقراطي، اشمعنى شبه؟ تعال اقولك. في النظام بتاع الشبه ديمقراطي ده اللي كان موجود في المدن الفينيقية، قالك الحاكم ما كانش مع نفسه كده، حكم مش مطلق، الحاكم بيتولى الحكم بالوراثة ويرأس الحكومة، وكانت سلطته مقيدة، عكس فرعون، عكس الحاكم المصري سلطته كانت مطلقة. ماشي، ليه يا مستر سلطته مقيدة؟ قالك لأنه مش لوحده، بيساعده 3 إدارات. مجلس الشيوخ، دول هيئة من المشرعين. من المشرعين؟ هم واضعي القانون اللي بيصيغوا القانون، بيكتبوا القانون. مجلس النواب تكون من طبقة من الأغنياء. لا ركز معايا بقى كده، يعني هنا كان في ايه؟ كان في هنا تمييز طبقي في فينيقيا. ليه؟ عشان حضرتك لو هتخش مجلس النواب لازم تكون غني،
مش هينفع تكون شخص عادي او فقير. الكهنة قال لك دول رجال الدين وكان ليهم دور في إدارة شؤون الحكم، يعني معنى كده ان الكهنة كان ليهم ادوار متعددة، ليه دور ديني وليه دور سياسي اللي هو إدارة شؤون الحكم. طيب بيقول لك يرجع السبب في عدم إقامة الفينيقيين لوحدة سياسية فيما بينهم إلى تشابه النشاط الاقتصادي؟ لا، يعني هو ان كلهم بيشتغلوا في التجارة هل ده سبب في انه ما يكونش في بينهم وحدة؟ لا، صعبة دي. سيطرة الافكار الفردية؟ ممكن. مش احنا قلنا ان هم كانوا عايزين بيميلوا ان هم ما يعملوش وحدة سياسية وكانوا بيفضلوا الامان والاستقرار؟ ممكن. زيادة النفوذ السياسي للكهنة؟ الكهنة مالهمش دعوة بالموضوع. الاهتمام بتكوين المستوطنات ولا المستوطنات عائق؟ الإجابة هي سيطرة الأفكار الفردية. ليه؟ عشان الجملة دي بتقولي كانوا يفضلون الأمان والاستقرار السياسي، ده تفضيل فردي، تفضيل شخصي، هم عايزين كده. بص بقى المعلومة الجميلة دي، تعرف إن بلاد فينيقيا ما كانش عندها حاجة واحدة بس، نظام جمهوري؟ إزاي؟ المستوطنة بتاعتهم اللي هي قرطاجة كانت ماشيه على النظام الجمهوري. يعني كنت شويه بقول لك المدن الفينيقيه كان عندها نظام شبه ديمقراطي، مش جمهوري، عفوا. دلوقتي انا بكلمك ان في مدن تانية تابعه لبلاد فينيقيا كانت ماشيه بنظام تاني خالص اللي هو النظام الجمهوري، بس مش مدن جوه فينيقيا، دي المستعمره او المستوطنه بتاعتهم في البحر المتوسط اللي هي قرطاجه، كانت ماشيه على النظام الجمهوري، التي اعتمدت على هذا النظام منذ نشأتها واستمرت عليه حتى سقطت في النهاية على ايد مين؟ على ايد الرومان زي ما قلنا في اول الدرس. يبقى لما يقولك ان كان في المدن الفينيقية حملت وجهين متناقضين، هقول له ايوه، علشان بلاد فينيقيا او مدن داخل فينيقيا في شرق البحر المتوسط كانت ماشية على نظام شبه ديمقراطي، بينما المدن اللي كانت موجودة او مدينة قرطاجة كانت ماشية على النظام الجمهوري. مستر، طب ما هو معنى كده ان هم بيشاركوا اهو في الحكم، في مجلس شيوخ، مجلس نواب، كهنة، طب ما معنى كده النظام ده ديمقراطي؟ يعني ايه ديمقراطي؟ ديمقراطي يعني الشعب بيشارك في الحكم. طب ليه هم قالوا شبه ديمقراطي؟ عشان الكلمة دي، عشان الملك بيتولى الحكم بالوراثة، هو ما حدش بيختاره، هو الاب بيموت ابنه بيمسك، الابن بيموت ابنه بيمسك، وهكذا. عشان كده بنقول عليه نظام شبه ديمقراطي، لان كان هيبقى ديمقراطي كامل لو الشعب هو اللي بيختار الحاكم بنفسه. طيب ده كده كان شكلهم سياسيا. عايزين نعرف دلوقتي كيف تواصل المصريون سياسيا وعسكريا مع بلاد فينيقيا. شوف، بلاد فينيقيا كان لينا فيها كمصر او كحضارة مصرية قديمة صولات وجولات، خصوصا في عصر الدولة الحديثة. احنا كنا عايزين نسيطر على بلاد فينيقيا، ومش بلطجة، احنا مش بنسيطر عليهم عشان نستغل الثروات بتاعتهم خالص، ولكن عشان هم خط الدفاع الاول بالنسبة لنا، هم خط الدفاع الاول اللي ندافع بيه عن الحدود المصرية. ازاي؟ اي واحد جاي يحتلنا هيعدي في المقام الاول على بلاد فينيقيا، لو سقطت بلاد فينيقيا هنلاقيه جاي بيقول لنا باي باي وجاي يحتل مصر. عشان كده المصريين بعتوا عديد من حملات عسكرية على بلاد فينيقيا عشان يسيطروا عليها. ليه؟ لأسباب استراتيجية، لأن هم بالنسبة لنا خط دفاع أول زي ما قلنا. المصريين أنشأوا قلاع وحصون كتير في بلاد فينيقيا، وقال لك في عهد الملك تحتمس الثالث لأسرة 18 الفينيقيون اشتركوا مع المصريين في معركة اسمها معركة مجدو أو مجدو للقضاء على أعداء الملك 1479 قبل الميلاد. خلي بالك، هم اشتركوا معاك في المعركة مش ضدك. معنى كده ان هو بيستنجد بيك، معنى كده ان هو عايز يبقى تحت حكمك. ليه يا مستر؟ علشان هو بيعاني من العدو. مين العدو ده؟ تعال هنعرف، استنى بس. في عهد الملك رمسيس الثاني الأسرة 19 تم تعزيز النفوذ المصري في سوريا، وبعد المعاهدة التي عقدها الملك رمسيس الثاني مع الحيثيين، هم دول بقى وش المشاكل. مين الحيثيين دول؟ ساعات يقولك الحيثيين
ده دول يا عم الناس اللي كانوا في بلاد فينيقيا وعايشين فيها. وساعات يقول لك لا يا عم ده الحيثيين دول اهل فينيقيا نفسهم وهم اللي حاربونا. لا خالص بقى، امال مين الحيثيين؟ الحيثيين دول كانوا موجودين في الاناضول فوق في الشمال، وبدأوا يتوسعوا وسيطروا واحتلوا بلاد العراق. دخلوا كده بلاد العراق وبلاد الشام، وكان عينيهم على مصر. والملك رمسيس الثاني ده هو وتحتمس كانوا تخصص حيثيين. ازاي؟ كل شوية يمسكوا الحيثيين يعملوا منهم بطاطس، لحد ما في الاخر خالص رمسيس الثاني عمل معاهم معاهدة، فقال لك تم تعزيز النفوذ المصري في سوريا. وبعد المعاهدة التي عقدها الملك رمسيس الثاني مع ملك الحيثيين، ظلت المدن الفينيقية تحت السيطرة المصرية، وتدعمت الصلات التجارية بين مصر وفينيقيا. تذكر ان حاجة بقى من الترم الاول كده، رمسيس الثاني عمل معركة قادش 1274 دفاعا عن الامبراطورية المصرية ضد الحيثيين، وانتهت ان احنا عملنا اول معاهدة سلام في التاريخ بين الطرفين. الملك أخناتون النفوذ المصري وصل في سوريا إلى الضياع تقريبا، لأنه كان منشغل سيادته بالدعوة الدينية الخاصة به وساب الشؤون السياسية تماما. تعرف أن الفينيقيين كانوا بيستنجدوا بمصر وقت أخناتون، لأن الحيثيين كانوا بيهجموا عليهم في الوقت ده، فبيقولوا الملوك المصريين الحقونا، انتوا سايبيننا ليه لوحدنا كده؟ انتوا متخيلين؟ بس مصر لا حياة لمن تنادي في الوقت ده، علشان طبعا الباشا أخناتون كان مركز في الدعوة الدينية على حساب الأمور السياسية. سؤال بيقول: تركزت دوافع مصر الفرعونية للسيطرة على الإقليم السوري واللبناني حول تحقيق مكاسب إيه؟ إحنا ليه بنسيطر عليهم؟ ليه بنسيطر على بلاد فينيقيا؟ قلنا علشان هي بالنسبة لنا خط الدفاع الأول، وده سبب استراتيجي. طيب تعال نروح عند الحياة الدينية. الحياة الدينية عند الفينيقيين تشبه كثيرا الحياة الدينية عند المصريين باختلافات بسيطة هنبص عليها واحنا شغالين دلوقتي. أول حاجة، هم كانوا بيعبدوا الظواهر الطبيعية شبهنا. كانوا بيقدسوا قوى الخصب والنماء، الحاجات اللي ليها علاقة بالزراعة واللي هتكبر الزرع وتخصب التربة وهكذا. مش قوي، مش عندنا. تصوير الظواهر والأشياء في هيئة معبودات ذات صفة بشرية برضو ما ركزناش عليها في الحضارة المصرية القديمة. طيب أهم المعبودات في بلاد فينيقيا بقى، قالك أول حاجة المعبود إيل، اللي هو شكله قدامنا ده. معرفش بقى ده شنب عنده ولا هو ما كانش بيحلق دقنه ولا ايه القصة. ماشي، ده صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في شؤون البشر الدينية. تخيل كده المعبود اللي قدامك ده أو المنظر اللي انت شايفه قدامك ده يكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في حياتك في شؤونك كلها. ماشي. المعبود بعل. المعبود بعل ده هو رب الخصب والنماء الذي أصلح الأرض. يعني المفروض إن بعل ده هو المسؤول عن إن الأرض بتطلع بقى خير ليهم، إن هم عايشين بخير، وده رب الخصب والنماء ده بتاع الأكل والشرب ده. سبحان الله، ربنا عز وجل ذكر في سورة الصفات آية عن بعل ده، ذكر في القرآن بعل ده. تخيل ربنا عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. ولاحظ ان ربنا هنا قال لك بعلا، مش أتدعون بعل، لا، بعلا نكرة، يعني حط تنوين في الآخر عشان يقول لك ان هو نكرة، حاجة غير معروفة، حاجة ملهاش قيمة يعني. ده يا سيدي المعبود بعل. المعبود عشتار. ايه ده؟ مش عشتار دي بتاعت العراق ربة الحب والحرب؟ ايوه، معرفتش، مش اتجوزت؟ ايه ده؟ صحيح، ازاي يا عم؟ تعال نشوف. المعبودة عشتار هي ربة الخصب والنماء وزوجة الإله بعل، اتجوزت بعل خلاص، وكانت تشاركه في جميع أعماله. طبعا أنا بس عايزك وانت بتسمعني دلوقتي تبقى عارف ان ده تفكير هندي، ده تفكير في دماغهم، ده مش حقيقي، الحاجات دي مش حقيقية، كل دي أساطير هم بيفكروا فيها يعني بيطلعوها. مفيش حد اتجوز حد. مفيش عشتار، مفيش بعل، فاهمين ده؟ المعبود أدونيس أو أذون، ده القوى المتجددة في الشمس بعد هزيمة الشتاء، يعني ده زي آمون كده عندنا، اللي هو بيرمز ليه بالشمس يعني. إذن 4 معبودات عند بلاد فينيقيا. طبعا دي أمثلة، كان في معبودات كتير.
المعبود إيل اللي في ايده الكلمة الأولى والأخيرة لشؤون البشر الدينية، بعل خصب ونماء، عشتار اللي كانت بتساعد بعل وبتشاركوا في جميع أعماله، ربة الخصب والنماء هي كمان، وأذون أو أدونيس اللي هو قوة الشمس اللي بتهزم الشتاء زي أمون عندنا كده. المعابد، اهتموا بالمعابد وبنوا معابد كتير. قال لك كان المعبد بسيط في الأول بس بعد كده تطور. مفيش أي حاجة تانية على المعابد؟ لأ. يبقى أنت كده بذكائك لازم تبقى عارف كويس إنك مش هيجيلك سؤال في المعابد بتاعت بلاد فينيقيا، لان مفيش حاجة معينة واضحة زي الزاقورات. اهم الحاجات اللي بتحصل فيها كانت دار للعلم، كان بيتحفظ فيها السجلات والعقود. لا، هنا كل المعلومة ان المعبد كان بسيط وبعد كده اتطور مع الوقت، مفيش اي حاجة تانية. كان في تواصل ديني بيننا وبينهم طبعا. الفينيقيون اتأثروا بأفكارنا كتير، عادات الدفن زي العراقيين بالظبط، وضعوا الطعام والشراب مع المتوفى كدليل ان هم امنوا بفكرة الاعتقاد في البعث وان في حياة بعد الموت. الفينيقيين تأثروا بشكل كبير بالصراع بين الخير والشر في القصة بتاعتنا، قصة إيزيس وأوزوريس مع الإله ست، فعملوا هم كمان قصة الإله بعل اللي هي بتمثل خناقة ما بين الخير والشر. انت لو عملت سيرش بسيط كده على جوجل هيحكي لك القصة كلها عشان بس ما نطولش، انما هو متأثر بيك بشكل كبير حتى في الأساطير بتاعته. احنا دلوقتي كنا بنتكلم على واحد، عادات الدفن هو متأثر بيك لأنه كان مؤمن جدا بحتة الاعتقاد في البعث والخلود. 2، ان هو متأثر بيك جدا في الأساطير بتاعتك الدينية، قصة إيزيس وأوزوريس وخناقتهم هم الخير مع الشر اللي هو الإله ست. لا، دلوقتي هو كمان عمل قصة الإله بعل في خناقته بقى بين الخير والشر، أو خناقته عشان يدافع عن الخير يعني. ماشي، تعالى ندخل مع بعض على الجزء قبل الأخير وهو الحياة الاجتماعية في بلاد فينيقيا، ونطلع كده كام نتيجة تعلم واحنا شغالين. الطبقة العليا في بلاد فينيقيا كان فيها الوزير والنبلاء وكبار الكهنة والتجار والأغنياء. خدت بالك ان التجار هنا في الطبقة العليا، وده يدل على أهمية التجارة هناك. خلي بالك ان الكهنة في الطبقة العليا، وده يدل على أهمية الدين زائد تعدد الأدوار، ان هو بيعملوا أكتر من حاجة. ماشي. الطبقة الوسطى أصحاب المهن والصناعات والموظفين. الطبقة الدنيا الخدم والعبيد، مفيش بقى أثر الحروب زي بلاد العراق ولا الكلام ده. طيب، يدل وجود كبار الكهنة في أعلى التقسيم الطبقي للمجتمع الفينيقي على دورهم في التواصل الحضاري. لا، تعدد أدوارهم في الدولة. أيوة، هي دي الإجابة، لأن احنا كاتبينها اهو إنهم ليهم كذا دور. ليهم دور ديني بما إنه كاهن، وليهم دور كمان سياسي بما إنه بيشترك في إدارة شؤون الحكم مع الملك. الحياة الثقافية والفكرية. صديقي، أول ما نتكلم على الثقافة والفكر يبقى هنتكلم على اللغة، هنتكلم على الكتابة. الفينيقيون اخترعوا كتابة مهمة جدا جدا وهي الحروف الأبجدية. ليه بقى؟ دلوقتي أنا راجل عمال أبيع واشتري وعندي تجارة دايرة، في فلوس رايحة جاية، فالفلوس اللي رايحة جاية ده أنا عايز أكتب أنا بعت إيه واشتريت إيه وكسبت إيه وخسرت إيه وهكذا. فهم عملوا الحروف الأبجدية عشان هم عايزين وسيلة سريعة عشان يسجلوا اللي بيبيعوه وبيشتروه. وده سؤال بما تفسر ليه هم عملوا الحروف الأبجدية دي. طيب، يعني ايه حروف أبجدية أو حروف هجائية؟ قالك الحروف الهجائية عند الفينيقيين هي حروف اخترعها الفينيقيون لتسهيل معاملاتهم التجارية، مكونة من 22 حرف اقتبسوها. بص اقتبسوها، خدوها منين؟ من الكتابة المصرية القديمة. تخيل، يعني انت كنت الملهم بالنسبة له كمان حتى في اختراعه، الأهم حاجة هو اختراعها. بيقول لك دي أقدم أبجدية عرفها العالم في القرن ال14 قبل الميلاد. ماشي، ايه اللي حصل بقى للحروف الأبجدية دي؟ الإغريق خدوها، اليونان عدلوا فيها وبعد كده ادوها للرومان، نشروها في بقية الأقطار والنواحي الأوروبية لحد ما خرجت الأبجدية الأوروبية الحديثة اللي احنا نعرفها دلوقتي، اللي هي الحروف الإنجليزية يعني.
ابتكر الفينيقيون اول ابجديه عرفها العالم لاسباب ثقافيه دينيه اقتصاديه عسكريه. طبعا اقتصاديه ليه؟ علشان هم استخدموها في تسجيل عمليات البيع والشراء. لاحظ كده الحروف اللي قدامك، هتلاقي في حروف كتير منها شبه الحروف بتاعت اللغه الانجليزيه دلوقتي. قال لك وكان الاختراع الابجديه الفينيقيه الفضل الاكبر في نشر الوعي والثقافه في شتى ارجاء العالم. طبعا يعني انت بتتكلم عن كتابه يتكتب بها ادب بقى ويتكتب بها حاجات كتير تنشر الوعي والثقافه في العالم. يعني كان في تواصل ثقافي بيننا وما بينهم. طبعا لا تنسى مدينه جبيل اللي قلت لك عليها في اول حصه، تحس انك هتخش تلاقي محلات الكشري قدامك مصريه 100%. كانت بمثابه منطقه مصريه. ليه؟ كان فيها جاليه مصريه من التجار، ده معناه ان كان في تبادل تجاري واقتصادي بيننا وبينهم، تجار مصريين تمكنوا هناك من نشر الثقافه المصريه بقى. حتى حكام الفينيقيا كانوا بيكتبوا اساميهم بالهيروغليفيه، دليل على تاثره بيك. حتى الشعار بتاع المدينه بتاعتهم كانوا بيتخذوا شعار ذا طابع مصري لامارتهم. العلم اللي بيعملوه او الشعار بتاعهم يعني يشبه كده الشعارات المصريه. بص الفرق، معلومه جميله، بيقولك الكتابه الهيروغليفيه دي اقدم كتابه استخدمت فيها الصور، بينما الكتابة الفينيقية هي أول كتابة استخدمت فيها الحروف. ففي فرق كبير ما بين صورة غير منطوقة، لكن الحروف هي منطوقة، عشان كده بنقول عليها أبجدية، الحروف التي تنطق. طيب يا سيدي، تعال نخش على الجزء الأخير. أنا عارف إنك زهقت مني دلوقتي. هنتكلم على الحياة الفنية في بلاد فينيقيا، ودي آخر جزء عندنا. قال لك أول حاجة هنتكلم عنها العمارة. من الحاجات اللي احنا خدناها هتاخد بالك كده إن الفينيقيين كانوا شاطرين في العمارة، والدليل على كده ان هم كانوا بيعملوا اسوار وقلاع وحصون عظيمة صعب ان حد يخترقها. والدليل على ذلك هو ان الملك نبوخذ نصر الثاني ما عرفش يحتل بلاد فينيقيا في القرن السادس قبل الميلاد بسبب الاسوار المنيعة بتاعتها، وده دليل على براعتهم في العمارة، ودي نتيجة تعلم. القصور، بقايا قصر ضخم لقيناها، الاعمدة بتاعته زينت بالفضة عثر عليها في مدينة اوغاريت. فساعات يجي يقول لك ايه، زي السؤال اللي تحت ده، عرف الفينيقيون استخدامات جديدة ومبتكرة للمعابد وظهر ذلك في مدينة ايه؟ استخدامات جديدة ومبتكرة، يعني استخدامهم للفضة لما بيزينوا بيها المعابد بتاعتهم، ده ظهر فين؟ في مدينة اوغاريت اللي هو القصر الضخم اللي لقيوه. تنساش كمان انه احنا بنتكلم عن مدينة اوغاريت قعدنا نقول عليها فن، عمارة، تجارة. فطبيعي لما يكلمك على معبد حلو او قصر كبير حلو هتلاقيه في مدينة اوغاريت، عشان هي كانت مشهورة بالفن والعمارة والتجارة. المعابد دي اظهرت بقاياها مدى تمكن المهندسين من فنهم وقدرتهم على استخدام كتل ضخمة من الاحجار. يبقى العمارة عندهم، هو كلمني على 3 حاجات، كلمني على القلاع والحصون والاسوار زي السور اللي كان حول مدينة ثور، كلمني على القصور القصر اللي في اوغاريت، كلمني على المعابد بشكل عام وقال ان المهندسين كانوا بارعين فيها. اخر حاجة الفنون، الفينيقيون تفوقوا في فن النقش والنحت. طبعا مش قادر اقول لك بقى ان احنا كنا جامدين جدا احنا كمان في النقش والنحت، وظهر هذا واضحا فيما اثر عليه من توابيت رائعة النقوش. فاكر النقوش انت البارزة والغائرة؟ اتقن الفينيقيون فن صناعة الحلي وصنعوا العقود والخواتم والاقراط والاساور من الذهب والفضة والاحجار الثمينة. كل دي فنون هم كانوا بيعملوها. وطبعا هم ليه بيستخدموا او النحت والحاجات دي كلها ليه مهمة بالنسبة لهم؟ مهمة علشان هم بيسجلوا بيها النقوش بقى بتاعتهم دي، بيسجلوا بيها الحاجات المهمة اللي هم عملوها في حياتهم يعني. فده كان الفنون، وده كان الجزء الأخير في حضارة بلاد فينيقيا. أتمنى تكون فهمت الدرس كويس، وإن شاء الله انتظر غدا بإذن الله تعالى هينزل لك حل الأسئلة بتفسير كل سؤال بتاع كتاب الامتحان كامل. وادخل برضو كمان دلوقتي لو وقف قدامك سؤال في التقييمات اللي بتنزل لك هتلاقي برضو فيديو في حل التقييمات الأسبوعية بتاعة الوزارة. شكرا جزيلا، كنت معاك مستر أحمد حسن على مملكة المؤرخاتي، وقابلك إن شاء الله في الحصة اللي جاية. السلام عليكم.